السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جربوا وصفتي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة جدا تقدر ان انت تقدميها في وصفات العيد، وتقدر ان انت تقدميها لضيوفك والاولادك يفرحوا بيها. وصفة حلوة جدا من حلويات باقية عندك من رمضان. شوية كده فواكه هنعمل بيهم وصفة جديدة هتطلع طعمها في منتهى الجمال وشكلها زي ما انتم شايفين. كمان البنات او اخواتنا اللي بيشتغلوا اونلاين تقدر ان انت تضيفيها للمنيو بتاعك. الوصفة دي من الوصفات الحلوة جدا واللي طعمها مميز جدا، لو دقتيها مش هتبطلي ان انت تعمليها. ممكن بتاكليها بره في الكافيهات باسعار عالية جدا. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات موجودة في البيت، وهنقول مع بعض على البدائل اللي تقدري ان انت تستبدليها في الوصفة. مبدئيا كده هنسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو ونشوف عملنا وصفتنا الحلوة دي ازاي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو. مبدئيا معايا النهارده هنبدأ مع بعض مكونات وصفة النهارده. اول حاجة اساسي معايا في وصفة النهارده هو الرز بلبن. عملت قبل كده فيديو الرز بلبن، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. صندوق الوصف في السهم اللي جنب العنوان اسفل الفيديو بتضغطي عليه، بيديكي بتلاقي كلمة المزيد بتضغطي عليها بيظهر عندك لينك الفيديو بتاع الرز بلبن. انا كنت عامله الرز بلبن وسقعته. تقدري ان انت تحطيه في قوالب زي دي، وتقدري ان انت تحطيه في علب اللي هي البلاستيك اللي زي دي، او على حسب ما انت حابه. انا كنت عاملاه في الاساس مش علشان هعمل الوصفه دي، لكن انا لما احتاجته حطيته تاني في البولات اللي انتوا شايفينها دي، وبدات ان انا اسويه بالشكل اللي انتوا شايفينه عشان اقدر ان انا احط عليه بقيه المكونات اللي انا هعملها معانا في وصفه النهارده. سقعت الرز بلبن وبدات ان انا اجهز معايا المكونات اللي هنحطها عليها. معايا عصير مانجا بيور، يعني العصير معايا تقيل شويه، يعني مش مضاف عليه ميه غير حاجه بسيطه بس، يا دوبك يشتغل معايا في الكبه او في الخلاط. يعني عايزاه يكون تقيل ما يكونش فيه سوائل كتيره. بعد كده عندك اي نوع فاكهه بقى موجوده. كان عندي هنا فراوله وتفاح، وكمان كان عندي مانجا في الفريزر قطعتها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهنبدا ان احنا نضيفها معانا على الوصفه دي. كمان كان عندي من المكونات اللي باقيه كنافه اللي كنت عاملاها قبل كده في الفيديو، برضو هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. اي كنافه موجوده عندك، بسبوسه، يعني اي نوع حلويات موجوده عندك تقدري ان انت تحطيها معانا في الوصفه. كان عندك الكنافه الصوابع قطعتها يعني حلقات بالشكل اللي انتوا شايفينه، ودي كمان كانت قطع كده من الكنافه بواقي كده في الصينيه برضو. يعني بدات ان انا اجهزها معايا برضو واضيفها معانا في الوصفه دي. عندي كمان شويه كده من المكسرات المجروشه، موجود عندك موجود، مش موجود خلاص مفيش مشكله. بعد كده هنبدا ان احنا نجهز مع بعض ونرتب مع بعض الوصفه. معايا كمان كده قشطه وش اللبن كانت عندي في الفريزر، لو موجوده برضو ماشي، ما فيش موجوده ما فيش مشكله. يعني ايه الاضافات دي كلها على حسب ما انتي حابه وعلى حسب الموجود عندك. تقدري تستبدلي حاجه مكان حاجه، ما فيش اي مشكله خالص. لكن لو موجود عندك المكونات دي هتطلع معاكي الطعم في منتهى الجمال بنفس الطعم اللي انا عملت بيه. زي ما انتم شايفين هبدا اول حاجه كده انزل معايا بعصير المانجا اللي هو البيور، يكون كده تقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه. يعني انا محتاجاه زي ما انتوا شايفينه مركز كده علشان ما يكونش عامل معايا نسبة سوائل كتيرة. ببدأ ان انا اصبه معايا كده على الرز بلبن، علشان حابة ان الرز بلبن ياخد كده من طعم المانجا ويعمل ميكس طعمه حلو جدا. هتدوقيه يعني صراحة الطعم هيعجبك جدا، لانه فعلا طعمه مميز خالص وفي منتهى الجمال. ببدأ ان انا اخد معايا كده يعني قطع الكنافة اللي هي مش كاملة، يعني القطع اللي هي بواقي الكنافة المتقطعة، بواقي من الصينية، يعني تكون مهريه بالشكل اللي انتوا شايفينه. طيب مش عندك كنافه خالص، لو عندك شويه كنافه كمان في الفريزر كده تقدري تاخدي شويه صغيرين وتحمريهم كده على النار في معلقه من السمنه او في الفرن، وتحط عليهم شويه كده من الشربات وبرده تستخدميها معاكي في الوصفه. يعني لو موجود عندك اصلا كنافه قبل كده تقدري ان انت تعمليها بسبوسه، يعني اي بواقي كده من الحلويات بتاعه رمضان. مش موجود تقدري تعملي زي ما انا قلت لك كده، تعملي شويه صغيرين وتستخدميهم معانا في الوصفه دي. زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا احط القطع بتاعه الكنافة، وبعد كده ببدأ ان انا ارص معايا التفاح، قطعة كده من التفاح الاحمر على التفاح الاصفر، يعني على حسب الفواكه الموجودة عندك. يعني انا كان عندي موجود الحاجات دي، بدأت ان انا قلت اما استخدمها في الوصفة. طبعا في رمضان معظم الاطفال ما بيحبوش الفاكهة قوي، فانا حبيت ان انا ادخلها في الوصفة دي، فكان طعمها في منتهى الجمال صراحة. هي ابهرتهم، وكل لما من اول ما اكلوا الوصفه دي هم دايما يطلبوها مني. فطبعا اي فاكهه عندك موجوده تقدري ان انت تحطيها، ما تتقيديش كده بنوع فاكهه معين
او يعني باضافه معينه في الوصفه، يعني الموجود عندك حطيه. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ ان انا ارصها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، يعني تعملي شكل حلو كده بشرايح التفاح. وبعد كده بدأت ان انا احط قطع من الفراولة برضو مقطعاها شرايح يعني، بس مش كاملة. يعني القطعة من الفراوله مقطعاها شرايح بس مش للاخر، يعني عشان تعمل الشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده بدات ان انا احط قطع كده من شرايح المانجا. دي مانجا كانت عندي في الفريزر، كنت مقطعاها زي ما هي قطع كبيره، بعد كده لما احتجتها قطعتها سلايزات زي ما انتوا شايفينها كده. موجود عندك موجود، مش موجود مفيش مشكله، تقدري ان انت تستغني عنها. اي نوع فاكهه بقى موجوده عندك تحطيها، موز، فراوله، يعني الفواكه بتاعت الموسم اللي موجوده دلوقتي. مثلا ممكن تضيفي كمان خوخ، يعني اي نوع من الفاكهه. بدات ان انا احط وردات الفراوله بالشكل اللي انتوا شايفينه. يعني اي شكل بقى على حسب ما انت حابه. بعد ما رصيت معايا الفواكه بالشكل ده وضفت كمان شرايح المانجا، ببدا ان انا احط بقى قطع الكنافه اللي هي متقطعه دواير زي ما انتوا شايفينها، حلقات بالشكل ده. دي كانت كنافه صوابع عاملاها في فيديو قبل كده. بدأت ان انا اقطع منها قطع كده واحطها على الوش، ادت طعم حلو وشكل كمان في منتهى الجمال. تقدري تحطي هي قطعة بسبوسة، قطعة كنافة، مثلا جلاش، يعني اي حلويات عندك. هي صراحة كان طعمها جميل جدا بالكنافة، وكمان بالبسبوسة بيبقى طعمها في منتهى الجمال. بدأت ان انا احط كده معلقة من قشرة وش اللبن او قشطة بلدي، يعني اي قشطة عندك دي اضافة زيادة. بس برضو الميكس ده بيدي طعم يعني في منتهى الجمال، بياخدك كده في حتة تانية خالص. يعني جربيه وان شاء الله هيعجبك. اي بقى مكون من المكونات دي تقدر ان انت تشيليه وتضيفي غيره، يعني ما توقفيش نفسك في الوصفة على حاجة معينة، اللي موجود عندك اعملي بيه. بس انا اديتك اساسي هو الرز بلبن، وتحط عليه اي فواكه بقى موجودة، وتضيفي عليه اي حلويات برضو موجودة عندك، هيديكي برضو نفس النكهة ونفس الطعم. بدأت ان انا ارش كده شوية من المكسرات المجروشة، يعني خشنة شوية، وبدأت ان انا احطها معايا على الوش، تدي شكل حلو وطعم في منتهى الجمال كده لما بتاكلي المكسرات المقرمشة مع الميكس بتاع الفواكه مع القشطة مع الرز بلبن، بيدي طعم حلو قوي، بيوديكي في حتة تانية. جربي الوصفة دي وان شاء الله تدعيلي. وصفة في منتهى الجمال، انا اكلتها قبل كده في كافيه، كان طعمها في منتهى الجمال وعجبتني، وقلت لازم اعملها. هما بيسموها القنبله. فهي فعلا هي قنبله، هي طعمها في منتهى الجمال، وكمان يعني غنيه جدا لما تاخدي طبق من ده، يعني مشبع جدا وطعمه حلو، وتحسي ان انت كده اكلتي ميكس مع فواكه مع حلويات مع، يعني بجد هو ميكس طعمه لذيذ جدا وممتع، وطعمه في منتهى الجمال. يعني انت هتحبيه لما تاكليه، هتحسي ان انت كده اكلتي حاجه كده متداخله كده مع بعضها. الطعم يعني مش هقدر اوصفه لكم، لما تدوقوا ان شاء الله هيعجبكم. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. وبشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.